كأنهما يدان مرفوعتان إلى السماء، ضارعتان حامدتان شاكرتان الإنعام والآلاء. فقطر تكتب قصيدتها ليس على الورق بل على الأرض عمرانا ونماء. ما كان ذلك صدفة، فالصدفة لا تصنع وطنا، بل هي خطة طموحة خرجت من السطور إذ كانت حلما فيما اصطلح على تسميته رؤية قطر 2030. فإذا رأيت ثم رأيت حداثة في ترتيب الحياة وصناعة الجمال، وتطورا يأخذ بكل منشط من مناشطها، فتلك هي تجليات الرؤية التي حرصت على تحقيق أعلى درجات الحداثة دون أن تغفل عن الإمساك بيد التقاليد والتراث، فلا ينفصم طارف عن تالد. فإذا رأيت ثم رأيت تطورا في جميع أوجه الحياة ما خلا منها وجه، فإنما هي الخطة تخرجها من الورق إرادة جعلت شعارها قطر تستحق الأفضل. أما الهدف الذي نصت عليه الخطة التي صدرت بموجب قرار أميري في العام 2008، فهو تحقيق التقدم والازدهار، بحيث تتحول قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة التي تؤمن العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. الصدفة لا تصنع وطنا. FIFA World Cup is Qatar. إعلان فوز قطر في عام 2010 بتنظيم كأس العالم للعام 22 كان اجتراحا لفعل يقع خارج المتخيل، خارج المتوقع، فقد أخلدت دول العالم غير المتنفذة إلى المقاعد التي خصصها لها ما يسمى العالم الأول. كان الدفع بملف قطر أصالة عن نفسها ونيابة عن المنطقة العربية وما وراء المنطقة العربية فعلا سر به خلق وأغاض من أغاض. سيمثل ظفر قطر بتنظيم كأس العالم لكرة القدم، البطولة التي ينشد إلى متابعة فعالياتها آلاف الملايين من البشر في مختلف أرجاء الأرض، سيمثل دفعا قويا لخطة التنمية الطموحة. سيتحول التحدي أمام قطر إلى ملحمة وطنية كبرى، حتى لا تبدو في سنواتها العشر الأخيرة البقعة الأكثر نشاطا وتشييدا على مستوى العالم. اليوم صار ما كان مستحيلا ممكنا، فهناك ما يشبه الإجماع من لدن الفيفا إلى آخر مشجع مفتتن بكرة القدم على أن بطولة قطر ستكون الأكثر تميزا من بين جميع بطولات كأس العالم. فكل شيء يتصل بالبطولة تم إعداده ليس فقط ليخدم وظيفته وغرضه، بل يجب أن يكون آية في الجمال. الملاعب التي أعدت للمباريات مثلت تحفا معمارية وقيما إنسانية ووفاء للتراث ولثقافة المكان، وقد تمثل تجريبا معماريا فانتازيا مثل استاد 974 الذي صمم ونفذ بحاويات البضائع ليمثل رقم الاتصال الدولي لقطر. سيكتشف العالم أن قطر ليست فقط كأس العالم، بل هي جائزة قطار للرواية العربية، الجائزة الأرفع في مجالها. وسيكتشف أن قطر ليست الغاز فقط، بل هي جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، الأعلى قيمة في مجال ترجمة عيون المعارف الإنسانية العالمية إلى العربية. سيكتشف القادم إلى قطر أن مؤسسة قطر التعليمية تحتضن أفضل الجامعات الغربية بجانب الجامعات الوطنية، وأن المكتبة الوطنية هي الأحدث بين المكتبات والأضخم عدد كتب في المنطقة العربية. كأس العالم سيجلي قطر للناس، سواء بالمشاهدة عيانا أو بالمتابعة عبر شاشات التلفزيون على مدى نحو شهر. والذين يشاهدون في مختلف أنحاء العالم ستكون عينهم بي إن سبورت، الشبكة الرياضية الأكبر في دول جنوب الكرة الأرضية. كثير مما صنعت قطر في مشروع تأسيس الدولة الحديثة مظهرا ومخبرة ما كان ليظهر بهذا الجلاء لولا كأس العالم، وهو بمثابة الجائزة الكبرى لمشروع رؤية قطر 2030.
أما إذا تأملت في ما ورائيات كرة القدم فستجد كثيرا من الهذر الكلامي والثقافي والاجتماعي الذي منشأه مركزية سياسية وثقافية وقيمية لا تكاد ترى في الخصوصيات الثقافية للمجتمعات الأخرى إلا مفارقة لسويتها الأخلاقية هي ولسدادها المؤبد. قصة كأس العالم في قطر تفتح بابا لطالما ظل مغلقا، وهو أن العالم أوسع من أن يحشر سكانه في قالب قيمي ثقافي واحد، وأن فكرة الهوامش المغبونة والمكرسة سوقا استهلاكية والمسجونة في خانة المشاهدة هي مما يزكي حجاج المحاجين بضرورة تعدد أقطاب العالم. بطولة كأس العالم في قطر خطوة واسعة في ذلك الطريق. أما الذين ساءهم تنظيم قطر كأس العالم وأطلقوا عليها حملات التشكيك والتشويه، فلعل الدولة المضيفة تتعزى بقول نبيل عربي قديم: فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا.